نصف الحب وإرادة، والنصف الآخر استعداد ومقبلات. قررت أني أريد أن أحبك، لا أنوي تخويفك، لكن هذه هي الحقيقة. أريد أن أحبك حتى النهاية، فأما أنت أو النهاية، وفي الحالتين أنت ضميري، وأنت أيضا أتظنين أنك لست في حاجة إلي؟ أنا لا أظن أنني وحدي بحاجة إليك، أنت أيضا محتاجة إلي، فلتكن لك الشجاعة أن تعترفي بذلك. لقد كنت شجاعا وقلت لك ما أنا فيه. بلى أقصد أنا سخيف، ولا شك ولا شك أنك تفكرين لماذا يصر كل هذا الإصرار على افتعال شيء غريب، والسخف أنني أنا المسؤول عن جعلك تفكرين بهذه الطريقة لإخفاقي في تقديم الأشياء بالصيغة المقنعة. هكذا معظم الأحيان، أقصد هكذا معظم الأحيان عندما أكون صادقا. كنت في الماضي أستغرب ولا أفهم لماذا كان بروميثيوس يرفض طلب الرحمة، وكنت أغضب منه وأتهمه بالتمثيل وأخذ البوزات، ذلك أني لم أكن قد بلغت الدرجة الكافية من الشعور بالكرامة. هل تصدقين حتى هذه اللفظة أخجل بذكرها؟ هل تعرفين لماذا أنا اليوم أرفض أن أطلب الرحمة، أن أطلبها مثلا منك؟ لماذا؟ ألأنني أخجل بعواطفي؟ ألأنني فطنت في العواطف قبل الأوان؟ ألأنني متكبر، أحمق، متحجر، جبان؟ هناك أشخاص أحبهم للقتل، للجنون، ولكنهم لا يعرفون أنني أحبهم، ولا أعرف أن أعبر لهم، بل ولا أترك مجالا لأعبر لهم، وأظل أندم على جهلهم هذا، ولكن لا أستطيع أن أعمل شيئا. وأخيرا أصبحوا، فأجد نفسي أنني قد خسرتهم. لماذا أنا هكذا؟ أنني أكره النهر، أكره المطر، أكره الشمس والشلال والدم المتفجر. كم أكره البراكين الثائرة. فأنا مقيد وأرفض أن أفجر عواطفي، ومن أحبه لا يعرف، ومن لا أحبه لا يعرف. لا أحد يعرف أنني لم أتعلم كلمة واحدة أستطيع أن أقولها بملء إحشائي. وأنت وأنت اليوم أيضا ستعودين، وأبقى وحيدا وحدي. أذهب أنت، أخرجوا من هنا بسرعة، خذوا الكراسي معكم، كلوني في الخارج، لا أريد أن أرى أحد. أحرقوا الكتب جيدا وفلتوا الذئاب، اتركوا المفاتيح أمامي. فيروز والرحبانيان وصلوني إلى بيتي. صعدت الدرج والنار والفراغ. الشيء الرائع الذي أريد أن أنساه، الشيء البديع العظيم الخيالي الذي أريد أن أنساه، لا أحد يساعدني على قتله. الجريمة ليست القتل، الجريمة أن لا نستطيع أن نقتل ما يجب أن نقتله. أنا هو المجرم. الشيء الرائع الذي أريد أن أنساه، الشيء الرائع الذي أريد أن أنساه، الشيء الرائع الذي أريد أن أنساه. أيتها المرأة، أنت التي تقرأ هذه الأسطر، أنت اسكبي على عقلي نارك، خذيني، افتحي لي بابا، افتحي لي قبرا، افتحي لي فراغا ما، فتتي أعصابي، خذيني. لم يصرخ أحد قبلي كهذه الصرخة، خذيني. لا أريد أن يبقى مني شيء، أريد أن أجدد عهد صوفية الجسد والروح، وأفنى في امرأة. اتركيني أفعل فنائي فيك، اتركيني أصنع ما لا تصنعه غير يدي في هذا العالم. أريد أن أنفض كل الريش وأختفي، أريد أن أختفي. مسكين هو النوم، لقد وضعته في قفص، مات النوم. طبعا سنخترع نوما آخر، ثم الموت. هل تعرفين؟ سجلي في يدك، لقد مات الموت. أين أنت الآن؟ العالم الحقير كبير وشاسع، البرد واقف في قلبي. المدينة لفظة أدبية حلوة إلى حين. أما أنا فلم يعد يخرج رأسي لفظة واحدة، كأنني شبيت وراهقت وهرمت في لحظة واحدة. العالم كله تحت حذائي، لكني لا أستطيع أن أقوم من فوقه وأذهب. ماذا تفعلين الآن؟
نمت هنيئا، أتساءل كيف تقدرين؟ أحسدك. أحيانا يخيل إلي أنني لا أعرفك، أحيانا أكرهك، أحيانا كثيرة أحتقر نفسي لأنني أكلمك عن نفسي، وأحيانا كثيرة أقول أنني ظلمتك، أنني أظلمك، وأحيانا كثيرة يتولاني من جديد أمل أعمى بأن تستجيبي لي، وأحيانا آخذ هذا الأمل معي إلى الفراش فجأة، وقبل أن يفتح عينيه أغفو عليه. هل فقد العالم عقله؟ ربما. أنا أيضا أحب، لكن بشكل آخر. إن جنوني نقيض جنون العالم، وسأكون في العالم المجنون العاقل الوحيد. أرجوك أن تغفري لي هذه الثرثرة. عذري الوحيد أنني صادق وممزق وأرتاح إليك. ماذا ستقولين الآن؟ لا أعرف، أخاف أن أفكر فيه. هذا هو اليوم الثالث الذي لا أستطيع فيه أن أجلس وإياك على انفراد. ماذا سيصير اليوم؟ هل سأظل مذبوحا؟ ليت لي عيونا كثيرة لو وزعها على أصدقائي.